الشيء في أبهى حلته. المنظر الحسن يعني محبوب إلى النفس، وأحدهم يقول ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. هذه فلسفة صحيحة. ففي وجه الشطر الأول وضعته، لكن ففي الوجه في يعني إذا أنت يعني تبغي المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. أنت إذا أحببت أحدا فأنت ترى كل المحاسن مجتمعة فيه. نعم. لأنك تحبه. نعم. كما أنك عياذا بالله لو أن أحدا من الناس نعم غيري وغيرك أبغض أحدا نعم. لن يرى فيه من الحسن شيئا ولو كان كما أن عين السخط تبدي المساوية. عين السخط بيضاء الله وجهك، عين السخط تبدي المساوية. فقال والمنظر الحسن من كل شيء. هنا استدرك عليه وزيره الحسن بن سهل، قال وأين أنت من محادثة الرجال يا أمير المؤمنين؟ قال صدقت، هي أولى منهن محادثة الرجال. وأنا أقول يعني من أعظم متاع الدنيا محادثة الرجال. ولذلك يعني بعض الفضلاء ممن حولنا وما أكثرهم جزاهم الله عنا خيرا كانوا يقولون مثلا يا أبا هاشم نذهب إلى بلاد كذا، نذهب إلى البر، نذهب إلى البحر، نذهب. أنا هذه الأماكن لا تفرق معي قربا ولا بعدا، بحرا ولا برا، داخل البلاد أو خارجها، كلها بالنسبة لي شيء واحد كأنني لم أخرج من داري. المهم أنا مع من أتحدث. يأتيني بفلة يستريح لهم القلب، تطمئن إليهم النفس، يستطيع أن يحاورهم العقل، إذا وجدوا خير من الدنيا وما فيها دنيويا لا أخرويا. نعم. فهذه هي التي أرادها المأمون واستدركها عليه الحسن بن سهل، قضية محادثة الرجال. ولما قال أحد أمراء المؤمنين أظنه معاوية، كان عنده يعني شخص يحبه ويجلس معه، فقال إني أريد أن مثلا أسهر معك الليلة يا أمير المؤمنين، يقصد في محادثة. فقال أخبر فلانا، يعني شخص ثالث. فالرجل كأنه جاءت في نفسه قال يا أمير المؤمنين معي؟ قال نعم، أستريح منك إليه ومنه إليك. هذا فن المحادثة لا يتقنه إلا الكبار أمثال معاوية. يمل الإنسان مع شخص واحد، لكن إذا مل جابر من صالح فإلى باسل، وإذا مل من باسل فإلى صالح أو إلى مهند أو إلى إخوة الذين حولنا. المقصود ثلاثة أطيب في الرحلة أو في الرحلة، الاثنان يملون، ثلاثة أطيب. وهذا يعني ليس مقصورا على الثلاثة، لكن أهم قضية محادثة الرجال. الرجال غير الذكور، الرجال من الذين يعني يعرفون ما يقال لهم، ما الذي يشاع من القول الذي سمعه وما الذي يحتفظ به، متى أسأل ومتى لا أسأل. أن العقلاء لا يحب أن يسألهم أحد. عجيب. لا يحب أن يسألهم أحد. لما؟ أنا يعني مثلا أنا ما أقصد صالح، أقصد كرجل، يعني مثال عن أتكلم عن أي شخص، يعني عن فرد. أنا ما أريد أن أقوله لك في جلسة خاصة سأقول لك من غير أن تطلبه. فلما أسكت عن شيء أنا لا أود أن أقوله، فلا تحرجني بالسؤال عنه. خذ ما آتيتك وكن من الحافظين في القرآن وكن من الشاكرين ونكن من الحافظين المؤتمنين. فثمة أشياء قد يصلح أن أقولها لك ولا يصلح أن أقولها لغيرك. قد يكون معك ما لا أستطيع، معك أحد لا أستطيع أن أقول له مثل ما أقول لك، فأنت لا تسألني، خذ ما قلته لك واقبله، لكن لا تسأل. وقلنا مرارا يعني امرأة كانت ماضية في طريق لها ومعها وعاء قدح مغطى، فجاء رجل قال ما الذي في الوعاء؟ قالت ولما غطيناه إذن؟ يعني ما غطيناه إلا عشان ما حد يعرف ما فيه. فلما يسكت المتكلم العاقل عن شيء هو أراد سكت عمدا، لا تسأله في مقام الإخبار، دعه يخبر بما يقتضي المقام أن يخبر به. ليس من المعقول أن يقول لك أحد كل شيء حصل له، وحتى من حولك. يعني أنت قد تقول لابنك ما لا تقوله لأبيك، وتقول لأبيك ما لا تقوله لابنك، وتقول لأبيك وابنك ما لا تقوله لزوجتك، وتقول لزوجتك ما لا تقوله لأبيك وابنك، وحتى أصدقائك. ثمة معلومة تقولها للجميع، وثمة معلومات تختص بها أفراد. كل
كل حسب ما يهتم به، ما ينفعك به. لا تقل له قرابتك بحسب الحال. نعم. فالمقصود محادثة الرجال، هو خرجنا عن الموضوع، لكن محادثة الرجال هذا كنز ثمين. نعم صحيح. هذا قليل جدا في هذا الزمن. الآن ما الذي يحصل؟ يذهب كله في المزاح، يذهب كله في التعليقات. كل من قام أو قعد صنع شيئا علق عليه، مزح به. المزاح مثل الملح، يكون صحيح. بقدر، يذهب الهيئة، يخرج ضواغن، يبعث على الخصام. كتب فيه العلماء كلاما كثيرا. الماوردي في أدب الدنيا والدين تكلم عن المزاح وغيره. نعم صحيح. يعني البعض قد يجعل من المزاح طريقا لانتقاصه، كما يقولون العامة الآن مزحة برزحة. يعني لا، الرجل الحر إذا له مطلب يأتي مواجهة مكاشفة. إذا الله عز وجل يقول لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كلمهم مباشرة، لا تخونهم كما خانوك. هذا الرجل إذا يريد أو لا يريد، يحتاج أو لا يحتاج، يتكلم مواجهة. لا حاجة لأن يعني يأتي بها إلا في التلطف شيء مع الأحبة، والمكر والخديعة والكيد، نسأل الله العافية شيء آخر. المقصود نحن خرجنا، لكن صحيح. من أعظم ما يبتغى في هذا الدهر ويحرص عليه محادثة الرجال، وأعيد الرجال وليس صحيح. الذكور. هو قضية المزاح أتصور أنه في هذا الوضع مع السوشيال ميديا والجو العام ربما تجد الجلسة كلها يعني تبدأ وتنتهي كلها بمزاح ومحاولة أنه كيف أسخر من هذا وأضحك من هذا، زعما منه أنه سيرتقي بهذا الخصيصة. هذا شيء. والشيء الثاني والأدهى منه أن الرجل حينما تقول لا يسأل عن أشياء إذا شعر أن المقابل لا يريد أن يتحدث عنها، لكن البعض هو يعمد يريد أن يستكشف ويستظهر منك هو ما يريد. كيف للعاقل أن يتعامل مع الشخص حتى وإن كان جليسا، قد يكون قريبك ولكنه أحمق مثلا أو ليس ذا مروءة، كيف تتجنب المحادثة معه؟ خصص لها حلقة تسمى الحفظ، حتى نعرف ماذا نقول. الحفظ حتى نعرف ماذا نقول وماذا نفوتها يا شيخ وماذا نحفظ. أبشر، سأدونها الآن. الحفظ دونها وأبشر. نعم دونها وأبشر. أحمد بن أبي خالد وهو وزير المأمون، لديه وزير للشؤون الخاصة. هذا من عقلاء الرجال في التدبير. يعني الحاكم العاقل يعني لابد أن يكون من يتولى أموره الشخصية مدبرا، سخيا مدبرا، يعني يعطي بسخاء نعم، لكن في نفس الوقت لا يضيع أموال الأمير، الحاكم، الملك، السلطان، الوجيه الذي يعمل عنده، من يتولى شؤونه. أحمد بن أبي خالد كان مدبرا حكيما ذا رأي وهيبة، سخيا. هذه مهمة كلمة سخيا لأن القضية تتعلق بكذيتها. لكنه كانت أخلاقه مع الناس شرسة، وهذا من أسباب هيبته، شرس يعني. فقال له أحد الناس ذات يوم، طبعا أخطأ القائل لكن أنا أنقلها كما هي، قال: والله يا أبا خالد إن الله أعطاك ما لم يعطه حتى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تخرج مما قلت لأضربن عنقك، يعني مبرر لقولك هذا. قال: إن الله قال عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت والله فظ غليظ القلب ونحن لا ننفك عن حولك. طمعا في الماء، يتحملون شراسته وأخلاقه طمعا في سخائه. فقال: أنت فظ غليظ القلب، ومع ذلك سبحان الله ما ننفض من حولك، لما عندك من الماء، لجودك، لسخائك، مع أن الله قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا الفرق إذا أراد أحد الجواب من صالح، مجتمع الصحابة غير مجتمع هؤلاء بشر يعني يقبلون أحيانا الذلة من أجل المال، لكن الصحابة وذلك المجتمع لن يقبلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم فطر وجبل على مكارم الأخلاق، بل لا أحد أكرم خلقا منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن القضية قضية كيف يفكر هذا الرجل. نعم جميل. المأمون لديه مجالس مشهورة ومشهودة يعني، فوقعت بعض الأحداث في عهده. ذات مرة دخل عليه فيما يقولون مروان بن أبي حفصة، هذا شاعر، وزعم أنه ألف أبياتا يعني يستحث بها المأمون. وأنت تعلم أن الإنسان إذا مدح يعني البيت الذي يؤثر فيه يظهر على وجهه، يطرب
ينتشي كما قال عبد الملك الجرير بمثل هذا فليأتي المادحون، يعني يظهر تعلقه في زماننا هذا يصفق، لكن أن يتغافل عن ذلك أنه لم يرد البيت. فذات مرة جاءه مروان بن أبي حفص وقال أبياتا أظنها لامية، فقال: أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس في الدنيا مشاغيل. أعرض عنه المأمون، لم يبالي، هو ظن أن هذا البيت فردا من الأبيات وخرج، لم يكافئه وهي طريقة المأمون. يعني مأمون يقولون أنه يجلس متكي هكذا ويسمع الناس ويجلس هكذا. شخص واحد كان يقدره المأمون، إذا دخل كل الذي يسويها المأمون يسوي كذا، يعني كأني بكم، ما يقول كأني أبكم. هذا الوحيد الذي دلالة احترام له، وهو يجلس هكذا. فلم يبالي به. هذا الرجل ذهب إلى أحد وزراء المأمون والعقلاء، الشاعر الآن، قال: والله إن المأمون لا يفهم في الشعر. الرجل هذا المسؤول يعرف المأمون وبراعته في الشعر، ويعرف قلنا المأمون ليس في بني العباس أحد أعلم منه، بل يقال ليس أحد من الملوك أعلم منه إذا سرنا الأربعة الراشدين في ثقافته يعني. قال: وما ذاك؟ قال له القصة. قال: أنا حضرت عنده وقلت له هذا البيت: أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس في الدنيا مشاغيل. هذا الرجل عاقل. قال: والله إنك أبله، والله كأنك وصفته بأنه عجوز في محراب بيتها بيدها سبحة. يعني هذا البيت هذا معناه، هذا أمير المؤمنين مطوق أمر الخلافة، قاتلك الله، إن لم ينشغل أمير المؤمنين بالدنيا وأهلها من الذي ينشغل بها؟ إذا أمير المؤمنين ما تولى أمر الناس والتفت للدنيا ونظر في مصالحهم وهو المطوق لها والمطوق بها، من الذي ينشغل؟ تقول لأمير المؤمنين الناس في الدنيا مشاغيل وأنت جالس على الدين والقرآن، هذا مو أمير المؤمنين، هذه عجوز في محرابها في بيتها بيدها السبحة، ما لها علاقة بالخلق، عيالها يجيبوا لها الطعام والشراب. هذا معنى البيت. لو لم يكن المأمون يفهم ما أعرض عنك، لكنه أعرض عنك لبلاحتك لبلادتك، لا تحسن مخاطبة الملوك ولا وصف الملوك ولا إلقاء الشعر بين أيديهم. فسكت الرجل مروان وخرج، مع أن مروان من الشعراء، لكن عاد أيا كان. فهذا يدلك على عقلية هذا الرجل، أن الإنسان ردة فعله لما يقع حوله تخبرك عن كمال عقله. وهذا مما كان في المأمون. ذات مرة من مجالسه عطس، كما روى نفطويه عن أبي العباس أو أحد رواة الأدب، قال: كنا عند المأمون في مجلسه فعطس فلم نشمته. يعني المأمون قال: الحمد لله، فما قالوا يرحمك الله، فتعجب. قال: ما لكم؟ قالوا: أجلناك عن ذاك يا أمير المؤمنين. طبعا غلو، يعني أنت أجل من أن نقول لك يرحمك الله زي ما تقول العامة بعضها لبعض. فقال رحمه الله: لسنا من الملوك الذين تتجاد عن الدعاء. يعني لست أنا بالذي يترفع عن الدعاء. الدعاء من أعظم ما يمكن أن يدخره المسلم لأمر دينه وأمر دنياه. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل لما عرف بنفسه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. الله عز وجل قال على لسان خليله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه الدعوة بعد 3000 عام تحققت في شخص محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا الملك الذي هو أمير المؤمنين والمأمون قال: لست من الملوك الذين تتجال عن الدعاء. الدعاء ليس هناك أحد يستغني عنه في غنى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كان يدعو، وأصحابه كانوا يدعون، والصالحون قبلهم وبعدهم. وأكثر ما ذكره الله عن أنبيائه الدعاء: أيوب إذ نادى ربه، وزكريا إذ نادى ربه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كلهم دعوا ربهم، من خليل الله إبراهيم، وموسى دعا، وهارون كان يؤمن. فحاجة المؤمن إلى الدعاء عظيمة، والدعاء لولاة الأمر من أمارات اتباع السنة منذ العهد الأول، منذ القرون الأولى.
من أمارات السنة الدعاة لولاة الأمر بالهداية والصلاح والتوفيق وحث الناس واجتماعهم على قلوبهم على ولاة أمرهم. فالمقصود في مجالسه هو يجمع ما بين الهيبة، نتكلم عن المأمون، وبين قضية التواضع لله. فلما جاء الأمر يتعلق بالدعاء بين أنه ليس من الملوك الذين فيهم هذا الأمر. وأما فيما يتعلق بسياسته لمن حوله فقد كان، مع أنه كان رجلا أجمع الناس على هذا، يحب العفو بصورة مذهلة، حتى كان يقول لا أظن أن الله يؤجرني عليه لأني أفعله محبة، يعني يفعل العفو محبة، يحب العفو بصرف النظر عن الأجر المتعلق بالعفو. هذا المأمون سابع خلفاء بني العباس، لكن نقم الناس عليه أنه فتن الناس بمسألة خلق القرآن وآوى إلى المعتزلة، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله. غفر الله لنا.